ميزانية 6 أفراد ب4000 جنيه في الشهر، شاملة الغاز والكهرباء والنت والمية، بناء على طلب صديقة لينا في القناة. النهاردة هقولك بإذن الله إزاي تعملي ميزانية شهرية وتوفر معاكي كمان في مصروف البيت. بس قبل أي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. تاني حاجة بقى، لو لسه جديدة عندي في القناة والقناة عجبتك متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 3 خطوات لو عملتيها اضمن لك ان الميزانية بتاعتك هتوفر معاكي وهتكون معاكي مظبوطة 100% لاخر يوم في الشهر. رقم 1، الصدقة. ان شاء الله حتى لو هتصدقي بجنيه، صدقي بأي حاجة عندك مش محتاجاها، المهم تصدقي وصدقيني هيفرق معاكي كتير، هتحسي ان في بركة كده في الميزانية وفي البيت. رقم 2، انك انت تعملي جرد لكل محتويات البيت عندك، وده بيفرق جدا، بتعرفي ايه اللي ناقصك وايه اللي انت محتاجاه. رقم 3، بتعملي منيو لنفسك تمشي عليه خلال الشهر كله، ممكن تقسميه مثلا كل اسبوع تعملي منيو. تمام، صدقيني بيفرق معاكي جدا، بتنزلي تجيبي الطلبات اللي انت محتاجاها على قد المنيو بتاعك وعلى حسب الحاجة الناقصة كمان عندك في البيت، فبتلاقي الدنيا معاكي متظبطة. طيب، صديقتنا قالت الميزانية ب4000 جنيه في الشهر وشاملة غاز وكهرباء ونت ومية، وحددت لي ان الفواتير دي بكام؟ ب 500 جنيه. فعشان ال 500 جنيه هيتبقى لي صافي 3500 جنيه. كمان قالت لي ان هي عندها تموين 4 أفراد، تمام، يعني عندها زيت وعندها سكر يكفيها خلال الشهر، فده كمان هنطلعه بره الميزانية. وكمان انا حسبت لها حق العيش اللي هي هتجيبه خلال الشهر بكام وحطيته من ضمن الميزانية، وهقولك في الاخر هنظبط ده كله ازاي. طيب، ال 3500 جنيه دول ممكن نجيب بيهم ايه؟ انا هديكي افكار، انت ممكن تعدلي في الافكار ديت وتقللي في الكميه او تزوديها حسب المنيو اللي انت هتعمليه لنفسك وحسب الكميه اللي انت محتاجاها بالظبط من خلال المنيو. انا بس مجرد بديكي تقسيمه وبعرفك ان 300 سوري، ال 3500 جنيه دول الباقيين ممكن يجيبوا معاكي ايه، وممكن تقسميهم ازاي لو انت حابه تجيبي الخزين بتاعك والخضار والفطار واللحوم بشويه افكار مش اكتر ولا اقل. طيب، هنحط الاول خزين حطيت له 862 جنيه، جبنا بيهم ايه؟ ممكن نجيب 10 كيلو رز ب 300 جنيه لو سعر الكيلو 30 جنيه. لو انت عندك رز اقل من 30 جنيه كمان هتوفري اكتر من كده. هنجيب 5 كيلو مكرونه ب 110، يعني سعر الكيلو 22 جنيه. تمام، انا جايباها اكياس ب 22 جنيه، وجايباها كمان كان في عرض فتح الله كان في 19 جنيه ونص، يعني ممكن تجيبيها كمان السايبه حدود ال 20 21 22 بكتير قوي. طيب، هنقسم ال5 اكياس دول مكرونه شعريه اقلام اسباجيتي حسب ما انت حابه. هنجيب ب 100 جنيه بكليات، عدس اصفر، عدس بجبه، على فاصوليا، على لوبيا، على فول بصاره. طب مالكيش في اللوبيا او الفاصوليا او اي صنف من البقوليات، يا اما هتزودي صنف تاني يا اما هتضيفيه على بند الخضار. طيب، هنجيب ب 100 جنيه دقيق، تمام، يعني حدود 5 كيلو دقيق، بيفرق معاكي في الفطار وفي العشاء وممكن كمان في غدا، ممكن نعمل منه مثلا بيتزا، ممكن نعمل حواوشي، ممكن ندخله مثلا في بشاميل، تنظيف سمك، تنظيف فراخ، اي سمك. يعني الدقيق ما بنستغناش عنه، وكمان بيرمي معايا خير في البيت، بيسد معايا في بند العشاء كمان وفي بند الغدا وبند الفطار. هنجيب ربع كيلو شاي في حدود ال 45 جنيه. عندك شاي الوردة، شاي الجوهرة، شاي العروسة، بس انا جبت الشهيدة الوردة سوري الجوهرة كان ب 44 جنيه. ممكن تلاقي الوردة ب45 او ب46، ممكن تلاقي الجوهرة في حدود ال 48 او 49. الشاي الجوهرة مش وحش ومن زمان موجود، وصدقيني حلو جدا عن تجربة، طعمه كمان حلو ومش وحش. هنجيب ب 100 جنيه زيت او سمنة للطبخ، تمام، احنا عندنا زيت للتموين للقلي، بتستخدمي زيت للطبخ ممكن تجيبي ازازتين في حدود ال 100 جنيه، او تجيبي 2 كيلو سمنه، او تجيبي قالب زبده ب 75 جنيه. ليكي كل الاختيار حسب الحاجه اللي انت بتستخدميها. هنجيب ب 50 جنيه عطاره حسب اللي ناقص عندك واللي انت محتاجاه في خلال المنيو، سواء بقى بكل حاجه ب5 جنيه او ب10 جنيه، تمام، حسب اللي ناقص عندك. ازازه خل ب 12 جنيه. هنجيب ب 20 جنيه لبن بودره وهنستخدمه في المعجنات، وممكن كمان شاي بلبن، ممكن تعملي منه قهوه باللبن، ممكن تعملوا مثلا اي حاجه تزودي مثلا بيه اللبن بتاع البشاميل، فبيسد معاكي، مش يعني بيفرق معاكي كتير، بس هاتيه سايب تمام من عند العطار، وصدقيني هيفرق معاكي في حاجات كتيره قوي.
ب20 جنيه بيكنج باودر، على فانيليا، على خميرة، لزوم المعجنات، ب5 جنيه ملح 5 أكياس أو كيس ملح حوالي نص كيلو ب5 جنيه بيكفي معايا الشهر كله. كده صرفنا كام؟ 682 جنيه. هنيجي على بند الخضار، هنصرف 415 جنيه. هجيب ب80 جنيه طماطم. يعني قد ايه طماطم يا سمر؟ لو جبت 3 كيلو مثلا في الاسبوع، يعني 3 كيلو حوالي 12 كيلو ب80 جنيه. لو سعر الكيلو، لو سعر طماطم كيلو ونص ب10، انا عندي كيلو ونص ب10، فهتفرق معاكي جدا. الايام دي الطماطم بكيلو ونص ب10 وحلوه جدا، فتقدري تستغلي الفرصه وتجيبيها وتخزنيها عندك في البيت. ب75 جنيه بصل حوالي 3 كيلو. لو احنا جبنا البصل الابيض ب25 جنيه الكيلو. هقولك على تركايه حلوه هتوفر معاكي في البصل. انا بعمل ايه؟ بكتب المنيو بتاعي تمام بتاع الشهر، وبشوف انا هحتاج قد ايه بصل، كام بصلايه لكل طبخه، تمام. وبنقي البصلايه على قد الطبخه، وبعد وانا بنقي بعد. الوقت اللي احنا فيه دوت بجد بنحاول نوفر باي شكل وباي طريقه. يا سمر هنعد البصل؟ هنعد البصل، هو محدش واخد باله انت بتعدي البصل، تمام. انت هتعديه في سرك، وهتجيبي البصلايه على قد الطبخه عشان تقدري ان انت توفري في البصل وكمان توفري في ثمنه، تمام. التركية دي صدقيني هتوفر معاكي في البصل. هنجيب ب5 جنيه 75 جنيه بطاطس حوالي 5 كيلو لو هي سعرها 15 جنيه. طب لو ازيد من كده هنحاول ان احنا نلتزم بال75 جنيه، تمام. ممكن تطلع معاكي 4 كيلو، ممكن تطلع معاكي 3 يعني حوالي 4 كيلو مثلا، او يعني حدود ال4 كيلو، 4 كيلو ونص، 5 كيلو، في حدود ايه ديت، تمام. حسب سعر البطاطس عندك. البطاطس هتفرق معاكي برضو في بند العشاء، في بند الفطار، في بند الغدا. لا يا سمر انا في المنيو بتاعي مش كاتبه بطاطس كتير، فممكن ان احنا يعني نوفر في كميه البطاطس ونزود بيها كميه خضار تانية او اصناف تانية. طبعا انا بعتذر لو في اي اصوات بتطلع في الفيديو، انا بحاول اصور وياسين نايم، طبعا في ناس صاحيه لسه في الشارع، فبحاول ان انا انجز. انا طبعا انتوا عارفين بقالي مده ما صورتش ونفسي ارجع لكم، فبحاول اعمل اي حاجه. نرجع تاني لموضوعنا. هنجيب ب20 جنيه فلفل، تمام. هنجيب ب15 جنيه ليمون حوالي كيلو ليمون. ب100 جنيه خضار. يعني ايه خضار ب100 جنيه؟ يعني مثلا لو انا هطبخ يعني مثلا مره في الاسبوع يبقى 4 مرات في الشهر، فمثلا هجيب مثلا كرنبايه مثلا حدود ال25 جنيه. مره تانية هجيب مثلا كيلو فاصوليا حدود ال10 جنيه. كيلو كوسه مثلا ب15، حسب سعر الخضار. يعني هقسمه على 4 تمام اسابيع. تمام. هجيب كمان ب50 جنيه جزر، على خيار، على قرنبيط، على خضرة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هجيب مثلا نص كيلو جزر، ربع مثلا هعمل بيه عدس، ربع تاني هعمل مثلا بيه بزلة. هجيب مثلا كيلو خيار، هجيب مثلا قرنبيطة بحدود ال20 جنيه مثلا صغيرة، مثلا هجيب بحدود 10 جنيه خضرة. يعني مثلا لو قلنا قرنبيط ب20 و10 خضرة، ادي كده كام؟ 30، و10 خيار ادي كده 40، و10 جزر ادي كده ال50 جنيه بتاعتنا. وممكن كمان زي ما قلت لك حسب المنيو هتلاقي السعر ده يعني اما اقل او ازيد بحاجات ايه بسيطه. بس هيفرق معاكي في ايه؟ هيفرق معاكي انك انت يا اما هتقللي في البقوليات، تمام، يا اما وتزودي في الخضار، يا اما هتقللي في الخضار وتزودي في البقوليات. ده اللي هيفرق معاكي لو السعر ده طلع ازيد او اقل. ده هيغطي ده. يا رب تكون الفكره واصله لك. فطار حاطط لك 600 جنيه. هنجيب كرتونتين بيض ب260 جنيه، تمام. بيض ابيض، بيض احمر، اللي تلاقيه متوفر عندك. صدقيني ده زي ده، بل بالعكس بيض الابيض افيد وارخص. هتدوري على المكان يكون بيبيع البيض بسعر رخيص وتشتري منه كرتونتين في حدود ال 260 جنيه، تمام. هنشتري فول للتدميس، يعني هنجيب فول وندمسه عندنا في البيت. كيلو الفول في حدود ال 40 او ال 45، دي الفوليه الحلوه اللي هي البيضه العريضه. في فول ارخص من كده، في فول ارخص من كده، تمام. وال 15 جنيه او ال 20 جنيه اللي فوق الوش لزوم العدس اللي احنا هندمس بيه الفول، العدس الاصفر والفول المدشوش، تمام. مش حابه تزودي فول مدشوش، حابه تزودي رز براحتك، حابه تزودي غلة بليله برضو براحتك، تمام. هنجيب فول ونعمل منه فلافل حدود ال50 جنيه. مثلا هجيب كيلو فول لو هو ب40 جنيه وب10 جنيه خضره، وهعمل فلافل في البيت برضو براحتك. يا اما هتجيبي بيهم اكياس عجينه فلافل وتقليها برضو في البيت، هتكون معاكي اوفر بكتير. فالفول والفلافل براحتك، عايزه تشتريهم جاهزين تعمليهم في البيت، انا بس مجرد بديكي الفكره. هنجيب جبنه تركي او رومي ب50 جنيه حوالي ربع كيلو كده، ونقسمهم كده على تمنين، يبقى مرتين كده في الشهر جنب افطار او جنب عشاء. هنجيب ب50 جنيه بيفي او لانشون، تمام.
وبرضو نقسمهم كده على مرتين او على 4. تمام، برضو جنب فطار، جنب عشاء، ممكن مثلا نقطع كام حته بيفي او لانشون على كام بيضايه. تمام، هتوفر برضو معاكي. مش حابه ممكن تجيبي مكانهم لحمه مفرومه وتعملي بيفي في البيت. تمام، ابو البيف قصدي في البيت، وفي عندك وصفات كتيره قوي على اليوتيوب. او ممكن تعملي كمان اللانشون البيتي براحتك جدا. هنجيب ب70 جنيه جبنه قريش حوالي كيلو. هنجيب جبنه كيري او علب بحوالي 46 جنيه كيلو، يا اما كيلو جبنه كيري زي اللي جبتها في المشتريات وتقسميها على 4 تمام، هتطلعي كل اسبوع ربع كيلو. تمام، ربع كيلو واحد بس في الاسبوع يا سمر. ما انت عندك جبنه قريش، عندك فول، عندك فلافل، عندك بيض، عندك بيفي، احنا كل مره بنشكل. تمام، او هتجيبي مثلا جبنه علب في حدود 46 جنيه الكيلو. هندور على نوع يكون في حدود 46 جنيه. هنجيب حلاوه. تمام، انا جايباها من فتح الله، ربع كيلو كان ب 22 جنيه، يعني نص كيلو ب 44 جنيه. طب سمر، ده انا الكيلو عندي ب 90، ده انا الكيلو عندي ب 100، هاتي في حدود ال 40 جنيه. تمام، او ب 45 جنيه لو هي مثلا كيلو ب 90 جنيه نص كيلو. هنجيب علبة مربى بحدود ال25 جنيه. هنجيب عجوة نص كيلو ب25 جنيه لو احنا عملنا معجنات وحشيناها عجوة، مثلا قرص، قراقيش، حاجات زي كده. هنجيب مثلا كيلو عسل اسود ب35 جنيه، ده مثلا لو عملنا فطير مثلا في مرة غدوة او عشوة، يبقى عندنا فطير مثلا جنب جبنة قديمة جنب شوية طحينة، وبيبقى ايه أكلة زي الفل. ممكن كمان نعملها غدا. هجيب ب35 جنيه طحينة، لو سعر الكيلو عندك 150 جنيه هيبقى الربع ب35 جنيه، حدود ال35 جنيه. أو هنجيب حدود ال35 جنيه وريحي نفسك. تمام، هنجيب جبنة قديمة نص كيلو في حدود ال50 جنيه، في ناس عندها أقل كمان من كده. هنجيب ب100 جنيه لبن. تمام، يعني لو اللبن عندك ب25 جنيه هجيب 4 كيلو لبن في حدود الايه ال100 جنيه. سمر، ده اللبن عندي ب26 وب27 وب28، هاتي في حدود ال100 جنيه. او هنزود حاجات بسيطة، ممكن كمان يبقى فرق معاكي مثلا اسعار. لو انت مثلا مش عايزة مربى هنزود لبن، مش عايزة عجوة ممكن نزود برضو لبن. هنجيب مثلا نص كيلو عسل بس لزوم الجبنة القديمة والفطير، ممكن الباقي نزود بيه ايه اللبن. انا بس بديكي افكار، وانت برضو هترتبيها حسب ايه اللي انتوا بتحبوه وايه اللي انت مش حباه ومش حابه تجيبيه. لحوم في حدود ال1020 جنيه، هنجيب بيها ايه؟ ممكن نجيب كيلو لحمه مكعبات وتكون بلدي من منافذ البيع بتاعت وزاره الزراعه او الجيش. وقلتلك بتاعت وزاره الزراعه هتلاقيها هنا فين؟ في اسكندريه قدام باب محطه مصر، آه في المحطة، في محطة مصر قدام باب المحطة بتاعة القطر. تمام، في محل بيبيع اللحمة ب 280 جنيه ولحمة بلدي. تمام، أو هجيبي منافذ البيع بتاعة الجيش أو القوات المسلحة في حدود ال 280 جنيه. هنجيب كيلو. هنجيب نص مفروم ب 120 جنيه، نص كبدة أو سجق أو ربع كبدة وربع صدق زي ما أنت عايزة في حدود ال 120 جنيه. تقدري كمان توفري عن كده لو أنت عايزة تجيبيه لحمة مستوردة. تمام، حسب سعرها عندك هتلاقي في وفر اكتر من كده. يعني ممكن بدل ما تجيبي نص كيلو لحمه مفرومه تجيبي ازيد من ايه، من نص كيلو لحمه مفرومه. هجيبي 300 جنيه فراخ، سواء فرختين او هجيبي وراك. عندنا هنا في اسكندريه في واحد مشهور جدا على التيك توك اسمه ابو مليكه في المول بتاع المحطه، وانا عن نفسي اشتريت منه. بيبيع ال5 كيلو وراك ب 300، ساعات بيعملها ب 310 وساعات بالكتير قوي ب 320 جنيه. ممكن نجيب 5 كيلو وراك ونقسمهم زي ما احنا عايزين. ممكن كمان انه كنتوا 6 افراد تجيبي مثلا ال5 كيلو دول تقولوا له انا عايزه حدود مثلا 12 ورك. تمام، تعمليهم مثلا اكلتين. تمام، او تجيبي مثلا 9 وراك كبار وتحاولي تقسميهم في البيت. تمام، يطلعوا مثلا معاكي حوالي 3 اكلات فحسب ما انتي حابه. هجيب 200 جنيه سمك. تمام، وهنحاول نشوف السمك يكون مثلا في حدود ال50 جنيه. لو انت هنا في اسكندريه عندك اسماك بحر في حدود ال50 جنيه كتير، وممكن تجيبي مثلا بولتي برضو في حدود ال50 جنيه. تمام، وتعملي 4 اكلات سمك. كيلو مش هيكفينا يا سمر، ممكن تخليها 3 اكلات، ممكن تخليها اكلتين، ممكن كمان تشتري السمك بالعدد. تمام، حسب ما انت برضو حابه. ادي كده تقسيمه اللحوم. هتقسميها ازاي؟ هتقسميها مثلا على مدار يعني اكله مثلا كل اسبوع مع اكله سمك براحتك او حسب ما انت حابه. وهقولك برضو هتوفري قد ايه في الاخر وممكن تزودي بيه ايه. منظفات صرفنا 235 جنيه. هنجيب 70 جنيه مسحوق،
سواء اوكسي، سواء باهي، سواء روز جاردن، سواء مدار، تقدري تجيبي اي اصناف من دول. دول مش تبع المقاطعه، واحسنهم بالنسبه لي روز جاردن. روز جاردن حلو جدا، موجود في فتح الله وبينظف وعاجبني جدا. يمكن كمان عاجبني عن اوكسي، طبعا كل واحد حسب ارتياحه. تمام. هجيب ب25 جنيه ازازه كلور الوان. عندك برضو اللي خارج المقاطعه وسعره حلو وبينظف، برضو روز جاردن جميل جدا. وعندك كمان كلوريك. ب10 جنيه سلك مواعين، ب10 جنيه لفة مواعين، ب10 جنيه كلور ابيض سايب، ب40 جنيه صابونة وش حوالي 4 صابونات تمام للوش، ب15 جنيه دوني سايب، ب15 جنيه تيتول سايب، ب15 جنيه معتر سايب. كده صرفنا كام؟ صرفنا 235 جنيه. طب الميزانية كلها كام؟ صرفنا 3332 جنيه. طيب هنجيب كمان عيش ب30 جنيه في الشهر، يعني المفروض لو انا كده هيتبقى معايا 168 جنيه. لو شلنا 30 جنيه بتوع العيش هيتبقى معاكي 138 جنيه. ال 138 جنيه دول تعملي بيهم ايه؟ تقدري تزودي كمية اللحوم لو انت حابة، مثلا كمية السمك، او تزودي اي حاجة تانية في بند اللحوم حسب ما انتوا حابين. تقدري تزودي مثلا في كمية الخضار، في كمية الخزين، حسب ما انت حابة. تقدري تستكفي بدول بس تمام، وتخليهم معاكي دول احتياطي لأي حاجة وأي ظرف يكون معاكي فلوس انت عايزاها. دي كده الميزانية، ودي الأفكار اللي أنا قلتلك عليها. تقدري بقى تغيري فيها حسب المنيو اللي انت هتعمليه. صدقيني المنيو هيفرق معاكي جدا تمام، وهيخليكي تظبطي الميزانية أكتر. هتعرفي هتجيبي قد ايه خضار بالظبط، هتجيبي قد ايه خزين بالظبط، هتجيبي قد ايه لحوم بالظبط. يمكن البند اللي هيكون معاكي ثابت هو المنظفات والفطار والعشاء تمام، فدول هيبقوا حلوين معاكي جدا. واللي هيفرق معاكي كمان ويظبط معاكي الفطار هو الدقيق، انك انت تعملي معجنات في البيت، سواء قرص بقى، سواء فطير، سواء قراقيش، كيكه، كل ده بيفرق مع وجود كمان البيض واللبن البودره. كمان اللبن اللي انت هتجيبيه حاولي ان انت تجيبيه قبل منها بيوم وتغليه وتشيلي الوش بتاعه مرة على مرة. هتلاقي عندك كمية قشطة حلوة، هتلاقي نفسك سيحتيها وعملت عملتيها حولتيها لزبدة وبعد كده سيحتيها، ووفرتي حق السمنة اللي انت هتطبخي بيها او هتعملي بيها الحلويات. دي كانت الفكرة بتاعت الميزانية بتاعت النهاردة. يا رب تكون ميزانية مفيدة لصاحبتها، واتمنى اشوف منها تعليق وتقول لي الميزانية عجبتها ولا لا. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.